هنعرف مع بعض أجزاء من مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع ومراد مكرم ونجلاء بدر. هنشوف ايه اللي حصل. في أجزاء إن رضوى اتقبض عليها بعد ما كانت مستخبية فترة طويلة عند فوفا ديت. كان وافي هو اللي موديها عندها، وكان اللي قايله طبعا المحامي بتاع رضوى اللي هو لطفي. خدها وخباها عندها فترة. بعد كده ماجدة المحامية حاولت تعرف مكان رضوى كذا مرة من وافي. وافي ما كانش موافق إن هو يقول لها، حتى اديته شيك مبلغ كبير يعني. هو رجعه لها. فبعد كده جابته وقعدت تحاول معاه، مش راضي يقول المكان لغاية ما خلت الرجالة يعني اللي عندها في المكتب مسكوه ضربوه لغاية ما عرفوا منه المكان بتاع رضوى. هو ما كانش عاوز يقول، وبعد كده بلغ المحامي وبلغ فوفا إن هي تهربها، ولما جت تهرب كان خلاص البوليس وصل لمكان رضوى وقبض عليها فعلا بعد ما جرت منه. وبعد ما اتقبض عليها راح لها المحامي لطفي وحاول يتكلم معاها يعرف منها هي ولا لأ، لأن لو مش هي قال لها احنا هنحاول ان احنا ندور على القاتل لو مش انتي. هي ما هيش عارفة، قالت له انا مش عارفة ايه اللي حصل، قتلته ولا ما قتلتوش، انا اتجننت وكده. هو قال لها لا خلاص انت ما اتجننتيش ولا حاجة. وبعد كده اتحقق مع البنات اللي كانت مستخبية عندهم فوفا والبنات اللي كانوا في المحل الكوافير. وبعد كده خرجوا قالوا ما احنا ما نعرفهاش، وهي كمان قالت انا ما اعرفهمش، وانكروا ان هم يعرفوه، عشان كده هم خرجوا يعني. بعد كده بنتها عرفت ان هي اتقبض عليها وقعدت تعيط لنورة وتقول لها انا عايزه اشوف ماما وكده وحشاني وانا عايزه اشوفها. فنورة فعلا خدتها وودتها لرضوى، ورضوى شافتها وحضنتها وقالت لها خدي بالك منها. والناس كلها متعاطفة مع رضوى وقضيتها. حتى الضابط قال لها كده، قال لها انا من جوايا حاسس ان مش انتي اللي عملتيها وانتي مظلومة. وابو رضوى واختها هيروحوا لها القسم وهيقعدوا معاها ويقولوا لها خدي بالك من نفسك واحنا معاكي ومستنيينك وما تقلقيش على بنتك ويطمنوها وكده. وبعدها بشوية سعاد هتقعد تقول لعبد الغني لازم نروح ناخد البيت نقعد فيه. هو يقول لها ازاي، فقالت له خلاص تعالى نروح لرضوى مكانها ونقول لها ان احنا ناخدها بالحسنى بدل المشاكل وكده. وفعلا راحوا لها، وعبد الغني قال لها يا رضوى انت كده كده بقى خلاص انت هتتحبسي، والبنت بدل ما حد غريب يربيها وكده انا هاخدها انا وسعاد ونقعد في البيت ونربيها. هي معيش عايزة تديها لهم، وقالت له لا انتوا جايين تستغلوا موقفه وكده. بنتي مش هتاخدوها وما مرضتش. وبعد كده سعاد قلبت على عبد الغني بعد ما ان هو معرفش ياخد البنت من رضوى، وقالت له خلاص بقى يا عبد الغني احنا نتطلق والعصمة في ايدي، وكويس ان العصمة في ايدي من الاول، وانا خلاص مش عايزاك ولا عارف تجيب لي البيت ولا عارف تعمل حاجة. خلاص كل واحد يروح لحاله. وإيهاب قابل نرمين لأن هو بيحبها وعاوز يتجوزها وياخدها وياخد ولادها ويسافروا برا يعيشوا برا بعد ما جوزها اتقتل. فهي مش موافقة وقلقانة وزعلانة على ولادها يعني، ومش عايزة تزعلهم منها وكده. لكن هو هيقول لها إن إحنا ناخدهم ونسافر. وهي بقى بتحكي له ان رضوى اتقبض عليها وخلاص. ماجدة قالت لها خلاص انت كده تقدري تعملي اللي انت عايزاه وتتجوزي ايهاب وتسافروا وتعيشي حياتك، خلاص احنا قبضنا على المتهم يعني ومفيش اي مشكلة بعد كده. فهو بتحكي له، فقال لها وانت مصدقة ان رضوى اللي عملت كده؟ قالت له والله انا مش مصدقة لان رضوى دي طيبة جدا وانا رحت لها البيت وشفت طريقتها وطيبة. فإيهاب قال لها وانا كمان انا مش مصدق ان رضوى تعمل كده لان هي شكلها ما تعملش كده ابدا. قالت له طب امال ممكن مين اللي يعملها؟ قال لها اكيد ماجدة. قالت له ماجدة ازاي انت بتقول كده؟ قال لها ايوه هي اللي عملت كده ان بينها وبين عصام مشاكل وكده. قالت له عادي اي مشاكل بين اي محامي وموكله وكده هتقتله علشان ايه؟ قال لها اللي انت ما تعرفوهوش ان عصام كان متجوز ماجدة عرفي. فطبعا نرمين اتصدمت لأنها صاحبتها وفي نفس الوقت قريبة منها جدا ومتخبيش عنها حاجة، وفجأة تلاقيها كانت متجوزة جوزها وكمان هي اللي متورطة في جريمة القتل. هنا بقى إيهاب كشف لنرمين كل الورق يعني على المكشوف وعرفها كل التفاصيل، وقالت له انت عرفتي منين؟ قال لها والله ان واحد معرفة هو اللي كان عارف محامي صغير كده بيشتغل عندها من زمان وعرف منه التفاصيل دي وكان يعرف عنها كل حاجة وعرف منه التفاصيل دي. قالت له بس هتقتله ليه؟ قال لها اكيد في سبب خلته يقتله، ما حدش شك فيها. هي عمالة تشكك في الناس كلها وهي شاكة في رضوى وحاولت ان هي تجيبها، ومحدش شك في ماجدة لغاية دلوقتي، لكن هي ممكن تكون هي. وفعلا نرمين راحت واتصلت بماجدة وقالت لها أنا عايزاكي ضروري، وقعدت تستناه في بيتها
وشوية وجات لها ماجدة وقالت لها في ايه يا نرمين عايزيني ليه، انا كنت لسه عندك من شوية. قالت لها مش انتي بتقولي ان انتي مراكيش حاجة؟ قالت لها كانوا شركة النضافة كانت عندي وخلصوا وكنت بدأت اشتغل، ولما انتي طلبتيني سبت كل حاجة وجاتلك، انا كنت لسه معاكي من شوية. فقالت لها 16/3 أو 16 مارس ما بيفكركيش بحاجة. فطبعا ماجدة اتصدمت، فده تاريخ جوازها من عصام. قالت لها انت كنت متجوزة عصام وانا معرفش، يا صاحبتي وحبيبتي وكده. المهم قالت لها وفيها ايه، وكانت غلطة وانا صلحتها وسبته وكده. قالت لها ما جايز تكون انت اللي قتلتيه. قالت لها انت اتجننتي، انا هقتله ليه يعني؟ قالت لها ممكن، ليه لأ، ممكن تكوني عرفتي عنه كل الحاجات اللي بيعملها وتحرش بالبنات وكده، وعلشان كده اتضايقتي منه قتلتيه. ما انت عمالة طول الوقت تتهميها في رضوى ومش عايزة تطلعي رضوى منها الغلبانة وكده. فماجدة قالت لها انت اتهبلتي يا نرمين، اقعدي ساكتة وحطي عقلك في راسك، والموضوع ده يبقى بينا وبين بعض وما يطلعش بره عشان خاطر عيالك وما هما اللي هيتبهدلوا. وماجدة راحت لإيهاب وهددته وقالت له انا عارفة انت عرفتي منين كل اللي حصل بيني وبين عصام واتجوزنا عرفي ازاي من واحد عندي في المكتب. لكن ابعدني عن مشاكلك انت ونرمين، خرجني بره حساباتكم علشان انا ماليش اي علاقة باللي بيحصل بينكوا ده. لكن ايهاب رد عليها وقال لها انت بتهدديني ولا ايه يا ماجدة؟ قالت له لا انا ما بهددكش ولا حاجة. قال لها طب انت عايزة مني ايه؟ قالت له انا عايزاك تسافر بره البلد، يعني حاول ان انت تسافر وتبعد عن المشاكل دي كلها وتبعد عن نرمين وما تدخلنيش في اي مشاكل بينكم. واخت رضوى قاعدة مع نورة وزعلانة على رضوى وحزينة، ونورة بتصبرها بتقول لها متزعليش وإن شاء الله ربنا معاها وهتخرج منها بإذن الله وكلنا هنفرح، وهتطلع لبنتها وتربيها وتفرح بيها إن شاء الله.